التقرير الأمني الذي تم على إثره فرض الإقامة الجبرية على شنودة، وإلى القراء تقرير ما حدث كما نقل مسجلا إلى الجهات المعنية. بسم الله الرحمن الرحيم. نقدم لسياداتكم هذا التقرير لأهم ما جاء في الاجتماع. بعد أداء الصلاة والتراتيل طلب البابا شنودة من عامة الحاضرين الانصراف، ولم يمكث معه سوى رجال الدين وبعض أثرياء الإسكندرية، وبدأ كلمته قائلا: إن كل شيء على ما يرام، ويجري حسب الخطة الموضوعة لكل جانب من جوانب العمل على حدة في إطار الهدف الموحد. ثم تحدث في عدد من الموضوعات على النحو التالي: أولا، شعب الكنيسة. صرح لهم شنودة أن مصادرهم في إدارة التعبئة والإحصاء أبلغتهم أن عدد المسيحيين في مصر بلغ ما يقارب 8 ملايين. هذا الكلام في عام 1973، وعلى شعب الكنيسة أن يعلم ذلك جيدا، كما يجب عليه أن ينشر ذلك ويؤيده بين المسلمين، إذ سيكون ذلك سندنا في المطالب التي سنتقدم بها إلى الحكومة التي سنذكرها لكم اليوم. إن التخطيط العام الذي صدرت بشأنه التعليمات وتم الاتفاق عليه بالإجماع لتنفيذه وضع على أساس بلوغ شعب الكنيسة إلى نصف الشعب المصري، بحيث يتساوى عدد شعب الكنيسة مع عدد المسلمين لأول مرة منذ 13 قرنا، أي منذ الاستعمار العربي والغزو الإسلامي لبلادنا على حد قوله. والمدة المحددة وفقا للتخطيط الموضوعي للوصول إلى هذه النتيجة المطلوبة تتراوح بين 12 إلى 15 عاما من الآن. ولذلك فإن الكنيسة تحرم تحريما تاما تحديد النسل أو تنظيمه، وتعد كل من يفعل ذلك خارجا عن تعليمات الكنيسة ومطرودا من رحمة الرب، وقاتلا لشعب الكنيسة ومضيعا لمجده، وذلك باستثناء الحالات التي يقرر فيها الطب والكنيسة خطر الحمل أو الولادة على حياة المرأة. وقد اتخذت الكنيسة عدة قرارات لتحقيق الخطة القاضية بزيادة عددهم. أولا، تحريم تحديد النسل. ثانيا، تشجيع تحديد النسل وتنظيمه بين المسلمين، خاصة وأن أكثر من 65% من الأطباء والقائمين على الخدمات الصحية هم من شعب الكنيسة. ثالثا، تشجيع الإكثار من شعبنا ووضع حوافز ومساعدات مادية ومعنوية للأسر الفقيرة من شعبنا. رابعا، التنبيه على العاملين بالخدمات الصحية على المستويين الحكومي وغير الحكومي كي يضاعفوا الخدمات الصحية لشعبنا، وبذل العناية والجهد الوافرين، وذلك من خلال تقليل الوفيات بين شعبنا، على أن نفعل عكس ذلك مع المسلمين. سادسا، تشجيع الزواج المبكر وتخفيض تكاليفه، وذلك بتخفيف رسوم فتح الكنائس ورسوم الإكليل بكنائس الأحياء الشعبية. سابعا، تحرم الكنيسة تحريما تاما على أصحاب العمارات والمساكن المسيحيين تأجير أي مسكن أو شقة أو محل تجاري للمسلمين، وتعتبر من يفعل ذلك من الآن فصاعدا مطرودا من رحمة الرب ورعاية الكنيسة. كما يجب العمل بشتى الوسائل على إخراج المسلمين من العمارات والبيوت المملوكة لشعب الكنيسة. وإذا نفذنا هذه السياسة بقدر ما يسعنا الجهد، فسنشجع ونسهل الزواج بين شبابنا المسيحي، كما سنصعبه ونضيق فرصه بين شباب المسلمين، مما سيكون أكثر أثرا وفعالية في الوصول إلى الهدف. وليس بخاف أن الغرض من هذه القرارات هو انخفاض معدل الزيادة بين المسلمين وارتفاع هذا المعدل بين المسيحيين. الأمر الثاني، اقتصاد شعب الكنيسة. قال شنودة إن المال يأتينا بقدر ما نطلب وأكثر مما نطلب، وذلك من مصادر 3: أمريكا والحبشة والفاتيكان. ولكن ينبغي أن يكون الاعتماد الأول في تخطيطنا الاقتصادي على مالنا الخاص الذي نجمعه من الداخل
وعلى التعاون على فعل الخير بين أفراد شعب الكنيسة. كذلك يجب الاهتمام أكثر بشراء الأرض وتنفيذ نظام القروض والمساعدات لمن يقومون بذلك لمعاونتهم على البناء. وقد ثبت من واقع الإحصاءات الرسمية أن أكثر من 60% من تجارة مصر الداخلية هي بأيدي المسيحيين، وعلينا أن نعمل على زيادة هذه النسبة، وتخطيطنا الاقتصادي للمستقبل يستهدف إفقار المسلمين ونزع الثروة من أيديهم ما أمكن، بالقدر الذي يعمل به هذا التخطيط على إثراء شعبنا. كما يلزمنا مداومة تذكير شعبنا والتنبيه عليه تنبيها مشددا من حين لآخر بأن يقاطع المسلمين اقتصاديا، وأن يمتنع عن التعامل المادي معهم امتناعا مطلقا إلا في الحالات التي يتعذر فيها ذلك. ويعني ذلك مقاطعة المحامين والمحاسبين والمدرسين والأطباء والصيادلة والعيادات والمستشفيات الخاصة والمحلات التجارية الكبيرة منها والصغيرة والجمعيات الاستهلاكية أيضا، وذلك ما دام ممكنا لهم التعامل مع إخوانهم من شعب الكنيسة. كما يجب أن ينبه دوما إلى مقاطعة الصناع المسلمين وحرفيهم والاستعاضة عنهم بالصناع والحرفيين النصارى، ولو كلفهم ذلك الانتقال والجهد والمشقة. ثم قال البابا شنودة إن هذا الأمر بالغ الأهمية لتخطيطنا هذا العام على المدى القريب والبعيد. ثالثا، تعليم شعب الكنيسة. قال البابا شنودة إنه يجب فيما يتعلق بالتعليم العام للشعب المسيحي الاستمرار في السياسة التعليمية المتبعة حاليا مع مضاعفة الجهد في ذلك، خاصة وأن بعض المساجد شرعت في القيام بمهام تعليمية كالتي نقوم بها في كنائسنا، الأمر الذي سيجعل مضاعفة الجهد المبذول حاليا أمرا حتميا حتى تستمر النسبة التي يمكن الظفر بها من مقاعد الجامعة، وخاصة في الكليات العملية. ثم قال إني إذن أهنئ شعب الكنيسة خاصة المدرسين منهم على هذا الجهد وهذه النتائج، إذ وصلت نسبتنا في بعض الوظائف الهامة والخطيرة كالطب والصيدلة والهندسة وغيرها إلى أكثر من 60%. إني إذ أهنئهم أدعو لهم يسوع المسيح الرب المخلص أن يمنحهم بركاته وتوفيقه حتى يواصلوا الجهد لزيادة هذه النسبة في المستقبل القريب. رابعا، التبشير. قال البابا شنودة كذلك فإنه يجب مضاعفة الجهود التبشيرية الحالية، إذ أن الخطة التبشيرية التي وضعت بنيت على أساس هدف اتفق عليه للمرحلة القادمة، وهو زحزحة أكبر عدد من المسلمين عن دينهم والتمسك به، على ألا يكون من الضروري اعتناقهم المسيحية، فإن الهدف هو زعزعة الدين في نفوسهم وتشكيك الجموع الغفيرة منهم في كتابهم وصدق محمد. ومن ثم يجب عمل كل الطرق واستغلال كل الإمكانيات الكنائسية والعامة والإعلامية للتشكيك في القرآن وإثبات بطلانه وتكذيب محمد. وإذا أفلحنا في تنفيذ هذا المخطط التبشيري في المرحلة المقبلة فإننا نكون قد نجحنا في إزاحة هذه الفئات من طريقنا، وإن لم تكن هذه الفئات مستقبلا معنا فلن تكون علينا. غير أنه ينبغي أن يراعى في تنفيذ هذا المخطط التبشيري أن يتم بطريقة هادئة وذكية حتى لا يكون سببا في إثارة حفيظة المسلمين أو يقظتهم. إن الخطأ الذي وقع منا في المحاولات التبشيرية الأخيرة التي نجح مبشرون فيها في هداية عدد من المسلمين إلى الإيمان والخلاص على يد الرب يسوع المخلص هو تسرب أنباء هذا النجاح إلى إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 2782 لسنة 71 بتعيين الأنبا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الإسرائيلية.
شنودة عاوز يعمل زعيم للأقباط، زعيم سياسي، وعايز يحقق أهداف خاصة عنده، وشاعر بأنه الأقباط مضطهدين فعاوز يعمل حاجة. يا سلام، كان له كلمة ظريفة جدا اتقالت وقتها. قال الأنبا شنود عايز يلعبني سياسة، اتفضل يقلع العباية السود وأنا ألعب. وأشارت الحيثيات لدور البابا في التصعيد الطائفي ومحاولة فرض استقلال الكنيسة عن الدولة ومؤسساتها الدستورية، والسعي نحو إضفاء الصفة السياسية على منصب البطريرك بما يمثل خروجا منه على مقتضيات منصبه وواجباته الأساسية. شنودة خلى ولاء لأباط الأنبا شنودة أكتر من الدولة. ايه اسقف الخدمات، اسقف التعليم، مش ده وزير الخدمات ووزير التعليم ولا ايه؟ الاسقف والعلاقات الخارجيه مش ده وزير الخارجيه؟ يعني انت لو بصيت لها كده هتلاقي هذه التقسيمات في الحقيقه هذه حكومه داخل بتضعف وتقوى استجابه للظرف التاريخي والبيئه السياسيه. انا مستغرب جدا جدا ايه اللي بيحصل. الناس دي عايزه ايه؟ انا مش عارف. انا سعيد بالكلام اللي انت بتقوله يا عمرو، وانا موافق عليه بنسبه 100%. الناس تفكر شويه، تبص وراها وتبص قدامها وتبص تحت رجليها. اللي وراها مش هتكلم فيه، انما اللي هم بيعملوه دلوقتي هم بيعملوه بايديهم، مفيش حد تاني بيعمله. الناس تفكر ايه اللي بيحصل في مصر، الناس تفكر ايه الهدف اللي بيحصل. انا بقول الخروج من الصمت، ان احنا نعبر ونعبر باسلوب سلمي واسلوب هادي خالص خالص. احنا ما بنعملش الاساليب التانية. وبعدين الهتافات امبارح والنهارده قدام مسبيرو، هم بيعملوا ايه قدام مسبيرو؟ انا مش فاهم هم عايزين ايه. قبل كده قال لك والاطفيح والكنيسه، ونشوف اول بس شكاره تروح عند الكنيسه واحنا هنمشي. الكنيسه اتبنت واتعملت. لا، انتوا اصل لجنه تقصي الحقائق ما قالتش مين اللي ولع الكنيسه ومين اللي حرق، ولازم وهي كل حاجه هنجيب 2 مشايخ ونمسك مصحف وصليب الناس دي بتتكلم. انا مش فاهم هم عايزين ايه. عايزين يولعوها، عايزين يولعوا البلد، الاقتصاد، وانت عارف الامن وبنزق فيه. ده حتى مندوب الجامعه لمصر مرشحاه يقول لك لا ده مش ما ينفعش. هم مين دول اللي بيقولوا ما ينفعش وينفع؟ انا مش عارف يا عمرو. انا لا اسفه ولا اقلل من شأن حد ولا اقلل من قيمه حد، بس قبل ما تقولوا فكروا انتوا بتقولوا ايه وبتعملوا ايه في مصر جوه وبره. انت مين انت يا عادي عربي؟ انت مين ايها الارهابي؟ انت ارهابي لابس بدله الظابط؟ انت جاي لي من السعوديه يا عربي، انت محتل بلدي مصر، انت راجل اجنبي عندي، انت مش مصري، انت مش مصري يا عادي عربي، انت راجل كلب سعودي، انت راجل كلب سعودي، انت راجل كلب سعودي. ارجع بلدك، مصر اطهر منك. زي المجلس العسكري يوافق يحط قائد الفرقة 19 مشاة باسم عاهل عربي. عاهل ولا عاهل؟ انا مش عارف. عاهل ولا عاهل؟ انا مش عارف. اسم حتى غريب الشكل، اسم مقدس. صدقوني اقباط المهجر اشرف من اي انسان عايش